قتل 5 عناصر من الشرطة الأمريكية وأصيب 6 آخرون برصاص قناصة أثناء احتجاجات دموية في مدينة دالاس اشتعلت عقب مقتل رجلين أسودين برصاص الشرطة هذا الأسبوع، وذلك في واحد من أسوأ حوادث إطلاق النار على الشرطة في التاريخ الحديث للولايات المتحدة. هذه التظاهرات التي تفجرت في عدد من مدن الولايات المتحدة من بينها العاصمة واشنطن وسط دعوات لتحقيق العدالة والوحدة في مواجهة القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد المواطنين السود، ما لبثت أن خرجت عن السيطرة وأخذت منحا دمويا. ففي واحد من أسوأ حوادث إطلاق النار على الشرطة في التاريخ الحديث للولايات المتحدة تفجرت أحدث موجة غضب ضد الشرطة عقب مقتل رجلين أسودين برصاص الشرطة خلال يومين بولايتي لويزيانا ومينيسوتا. وخلال تظاهرة نظمت في دالاس أسفر إطلاق نار عن مقتل 5 عناصر من شرطة تكساس وإصابة نحو 10 آخرين. الشرطة أعلنت احتجاز 3 مشتبه بهم في قتل عناصرها قنصا في حين انتحر رابع كانت تتفاوض معه بعدما زعم أنه زرع قنابل في أماكن مختلفة من المدينة. كانوا يطلقون النار معا من مناطقهم وتمركزوا في أماكن مرتفعة على شكل مثلث في نقاط مختلفة بمنطقة وسط المدينة حيث انتهت المسيرة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي واصل العاصمة البولندية وارسو لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الناتو عبر عن صدمته إزاء الحادثة متواعدا بالاقتصاص من الفاعلين. سنبقى متحدين مع الناس ومع شرطة دالاس، هناك أشخاص مشبوهون وسنعرف المزيد عن هذا الحادث المحزن، لكن دعوني أكن واضحا، ليس هناك أي إمكانية لتبرير هذه الأفعال. هذا وقد تطلب الهلع الذي انتشر في البلاد استنفارا أمنيا على أعلى المستويات لاحتواء موجة العنف هذه التي خرجت بالأساس لمناهضة العنف، وشنت الشرطة حملة ملاحقات واعتقالات وسط تبادل لإطلاق النار استمر حتى صباح الجمعة.